عمليه الحزام دي عمليه لطيفه جدا، انا من العمليات اللي بحبها جدا طبعا. ولغايه دلوقتي يمكن بشجعها رغم ان ناس كتيره بتهاجمني ويقول لي لا أو، بس هي عمليه لطيفه في ان انت عندك فرصه ان انت اون اند اوف، انت تبطل النهارده وتريح شويه هي الفكره ان فيها رجعه. لا وفيها رجعه يعني في العياده، يعني احنا هنفضي بالظبط. شويه بقينا بناكل عادي وعايشين طبيعي جدا جدا، وبعد كده بقى نضيق تاني فترجع. بس شايف دي ميزه ولا عيب؟ دي ميزه، دي ميزه فعلا. يعني تخيل. عندك فرح ابن اختك، لا عايز تاكل مسافر اكله حلوه، مسافر مسافر بره، فانا عايز اكل على راحتي الاسبوعين دول وارجع اضيق تاني. انا من نعم ربنا علينا ان انا كسري كنت بكسر روح فخسيت. انا خسيت 70 كيلو يا جماعه. 70 كيلو ده رقم مرعب، كبير قوي بصراحه، مرعب على سنين طويله. بس انا برضو وعشان تبقى عارف مع الحزام صعبين. يعني الحزام دايما ايه بنتكلم في الاوزان شويه معدل كتله اقل من كده شويه، مثلا 10 15 اقل كمان. انما اللي انت تعمل ده فده شيء محترم جدا. يعني اسالك سؤال تاني، هل اول حاجه انت تشرب ايه؟ سايبين الراجل دخلنا على احنا ماما اكسايتد قوي، اكسايتد جدا بتاعتك. مش احنا واحنا بنحضر للبودكاست انا قلت لهم اول اسم قلته انا يعني انا فعلا اتكلمت على البودكاست، كلموني على البودكاست وانا طالع من العياده عندك، قلت لهم ثانيه واحده انا الفكره دي عايز اعملها وانا جاي لكم اصلا في الطريق. فاول اسم قلته من الاسماء اللي عايز تضيفها في البودكاست دكتور محمد المصري. ده مهم جدا بالنسبه لي. الراجل الناس هتحب تسمع عن جراحات السمنه بشكل ايه. انا في بودكاست برضه مفيش تكلف في تمام العمليات يا جماعه كده، على فكره دافعه جدا. محدش يرضى يقول لكم الكلام ده. عمليات نافعه والناس الله ينور وتخس وانا كنت ممكن اموت. لا في ناس كتير فعلا بتحاول حياتها. انا ممكن وزني 190 كيلو، كان عندي 27 سنه و190 كيلو، معناها انا عندي 40 سنه كنت زمان النهارده ميت. لا مش هقول لك كده. انا وانا في الجامعه انا كنت اكتر انسان عايش بمسكنات ظهر. وانت عشرينات طبعا، وانا عندي عشرينات. فانا كنت عايش على الدكلاك، كنت باخد دكلاك دواء مسكن الظهر ده قوي جدا. الدكلاك ده باخده كانه اسبرين، يعني كاني واخد هولز. تمام. ما كنتش بقدر بنام، مش عارف انام، مش عارف اتنفس كويس، بنام بصحى كل ساعه او ساعتين. كل ده اختلف بشكل غير عادي بعد ان انا خسيت، بقيت انسان. كل حاجه فيا كانسان تحسنت، بنام احسن، بتكلم احسن، شكلي احسن، بلبس احسن، كل حاجه. تاكلش كتير برضه على فكره، مش مهم بقى، ما انا اكلت كتير 27 سنه في حياتي باكل كتير. بس هو على طول يقول لي انا جعان قوي جعان قوي، يطلب اكل كتير. طبعا مش الاكل كله.